السلام عليكم ورحمة الله. معاكم منال، والنهاردة أقدم لكم سمك سنجاري بطريقة سهلة وإن شاء الله تعجبكم. بسم الله نبدأ. معايا سمكتين بوري، هنضفهم كويس وهفتحها من الظهر وانقعها في ليمون وملح لمدة 5 دقايق على الأقل. بعد كده معايا توم مفروم، هضيف عليه ليمون حوالي ليمونتين كبار، والثوم حوالي معلقة ونص كبيرة من الثوم. الخطوة دي مهمة جدا وهي تتبيل السمك قبل ما احط عليه الخلطة، لان هي دي اللي هتخلي طعم اللحمة بتاع السمك ممتاز ومظبوط جدا. فدي التتبيلة الاولانية، ثوم وليمون، وهنضيف كمان ملح وشطيطة وكمون، 3 حاجات بس، ما زودتش اي بهارات تانية. وهبتدي ان انا ادهنهم على السمكة. الخطوة دي مهمة جدا لان هي اللحمة بتشرب من التتبيلة عقبال ما احضر الخلطة. وطبعا الثوم والليمون على حسب كمية السمك اللي هتعمليه، ولو احتاجتي ليمون تاني بعد ما دهنتي السمكة من بره ومن جوه ولقيتي ان الطبق ما فيهوش ليمون، اعصري فيه ليمون تاني. المهم ان انتي تتأكدي ان السمكة اخدت كفايتها من الخلطة بتاعتي اللي هي الليمون والثوم والملح والكمون والشطيطة، وان هي اتدهنت كويس قوي من بره ومن جوه، علشان هو ده اللي هيدينا الطعم. اللحمة تبقى واخدة الطعم، لحمة السمك واخدة الطعم بالشكل دوت. نمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان نوصل للطعم المظبوط. انا كده خلصت وهقلبها على الجنب التاني وهدهنها برضو. تمام، هسيبها بقى في تتبيلتها ديت لغاية ما احضر الخلطة. انا معايا بصل متقطع، ومعايا طماطم وليمون وثوم وفلفل، فلفل على حسب ما بتحبي، فلفل كوبي او فلفل حامي، والخضرة عبارة عن شبت وبقدونس. معايا بطاطس مقطعاها رفيع، والتوابل ملح وشطيطة وكركم وكمون وجنزبيل. هجيب الخلاط بتاعي وهاخد نص كمية الطماطم ونص كمية الفلفل ونص كمية الثوم، تمام، وبرده نص كمية البصل، لان النص التاني من كل حاجة هخلطها مع البطاطس. تمام، وهحط التوابل بتاعتي. بعد كده هضيف ليمونتين كبار بالشكل دوت. الوصفة دي من الوصفات اللذيذة وسهلة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. اخر حاجة هضيفها وهي الزيت، حوالي 3 معالق كبار زيت. بعد كده هبتدي اجهز البطاطس. طبعا انا كان معايا بقية الثوم المفروم، هضيفه، وهضيف الطماطم، وهضيف البصل. الثوم المفروم اللي حطيناه في الاول مع السمك في الاول خالص، اللي هو فيه الملح والكمون والليمون والشطيطة، وهضيف جزء من الخلطة بتاعتي بعد ما اتضربت، وحطيت نص كمية الخضرة. كده انا جهزت البطاطس بتاعتي اللي هرصها في الصينية او في الصاجة اللي هستخدمها للسمك. بعد كده هحط السمك بتاعي وهصب فيه الخلطة وهدهنها كويس بالشكل دوت. وهتأكد ان هي وصلت لكل مكان في السمك. وبعد كده هضيف الزيت على البطاطس وعلى السمك بالشكل دوت.
وده البطروخ اللي كان جوه السمكة، هسويه مع السمكة وهياخد من طعم الخلطة، هيكون طعمه لذيذ قوي بالشكل دوت. ومقطعة شرايح ليمون هضيفها، هتدينا شكل جميل. واخر حاجة هضيفها هي الخضرة، الشبت والبقدونس، برضو هيدونا ريحة جميلة قوي في التسوية وطعم حلو. وبسيب الخلطة كده قبل ما احطها في الفرن على السمكة حوالي ربع ساعة او 10 دقايق، عشان بس السمكة تتشرب من الخلطة بتاعتي. وصفة سهلة وسريعة ومن الوصفات الجميلة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. بسويها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، وبولع عليها الشواية حاجة بسيطة، وبالهنا والشفا، وان شاء الله تعجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.